وبعد ما بقشره بقطعه نصين وبحطه في اكياس، بحط في الكيس على قد ما انا عارفه مثلا انا بستخدم في العصير بتاعي قد ايه. تمام. ولو انت عايزه تحتفظي ببشره برتقان، عشان لو عايزه تعملي مثلا كيكه برتقان، انا برضو ساعات بعمل كده، بس في الكميه دي ما عملتش كده، قشرته على طول. انما كان عندي كميه تاني احتفظت برضو ببشره برتقان، عشان اي وقت في السنه عايزه اعمل كيكه برتقان ما بقاش متأيده ان انا ما عنديش بشره برتقان، ما عنديش عصير برتقان. لا، انا بخلي على طول عندي، لاني بحب كيكه البرتقان جدا. وطبعا عارفين ان البرتقان فيتامين سي عالي قوي قوي، فمهم مهم يبقى عندك في الفريزر على طول برتقان، تعملي في اي وقت كده عصير برتقان حلو قوي. وخلي بالك كمان من حاجة مهمة قوي، لازم تحطي في الكيس على قد العصير اللي هتشربيه في نفس المرة في نفس الوقت. يعني مثلا البرتقال مش تحطي كمية كبيرة في كيس تقولي مثلا هعمل عصير ينفع معانا النهاردة وبكرة، لا، البرتقال ما دام اتضرب فيتامين سي اللي فيه بيقعد بالكتير ساعة، وخلاص بعد كده خلاص بيروح.